السلام عليكم اعزائي المتابعين، شلونكم؟ ان شاء الله زين، عساكم دوم بخير. طبعا شباب اليوم عندنا فيديو جديد، محرك F2 مال احد متابعينا بيها مشكله. اعتقد محرك مجيم عندهم، بس اول ما فتحت الكور شفت شيء ما نعرف بعد شنو صاير من داخل الماكينه. تعال خليني اشوف لكم اياه ونشوفه، نفتح الماكينه سوا ونشوف شنو بيها، شنو صاير بيها هاي المحرك. مع العلم حسب الكلام صاحب الماكينه يقول المحرك ما مفتوح سابقا. هو محرك حلو بس اكو شيء صدمني. تعالوا نشوفه سوا. طبعا شباب كور ذبيته جوا، شوفوا بستم عدل تمام، ما عندنا مشكله لحد الان. بس شوفوا لي هاي البستم شوف ايش قد مرفوع، شوفون ايش قد طالع من السلندر. نشوف شنو مشكلتها هذه الماكينه. طبعا ماكينه مجيم، فما نعرف كاسر ذراع، فار يطق، او اذا فار يطق ويطق صاعد خلينا نقول صاير واحد فوق الثاني، اذا من جهه الفوق يطلع البستم برا، لانه الفراغ راح يكون على الكب فيدفع الذراع والبستم اللي فوق. فاذا ما فار يطق او شو اسمه احتمال كاسر ذراع ونطلعها برا، بس ما نعرف هسه لحد الان، ما نقدر نقرر لحد ما نفتح الماكينه. تعال سوا نفتح الماكينه شباب، خلينا نشوف شنو بداخل الماكينه صاير. طبعا شباب بعد ما هسه فتحت قبغ الكلاج، هم حسب حكيهم يقولون ما فاتحين الماكينه. طبعا شباب هذا يكون درس لغير شخص هم هنا. انت من تفتح ماكينه بالبيت او تلعب بفد شيء، لا تقول اني ما مسوي ولا فاتح ولا اي شيء، لانه من تجي هنا اذا انت لاعب بالماكينه يبين عندنا، فما له داعي انت يعني احنا جاي نشتغل لك ان كان انت لعبت بيه او ما لعبت بيه، احنا ناخذ فلوس من عندك مو بلاش نشتغل لك. بس اكو ملاحظه مهمه، انت من تلعب فد شيء قول الشخص الفيتر او كذا قول يابا اني لعبت فلان شو فلان شيء. شوف شباب انا اول ما فتحت هسه قبغ الكلتش، فتحت الضغط مال الكلتش، لقيت البرغي شوف لوين موجود ما طابق او اساسا، ومع ذلك بوعد على الفتحه مال دشلي طابق ويا اللشة مال الماكينه. يعني معناه شنو؟ يعني معناه ما مقعدين الكلتشات بصوره صحيحه، ما مقعدين العينه بصوره صحيحه، ما طاب مكانه. شوف الفتحه اللي بيناتهم، خوش حكي. فشباب مثل ما قلنا لكم ونرجع نقول، من تلعبون في شيء تفتحون شيء قولوا يابا احنا فتحناها، ما له داعي تضمون على الفيتر او غير شخص. فعلى العموم ان شاء الله خلينا نفتحها، وان شاء الله يكون ما متاذي الماكينه ماكينه لانه نظيفه من داخل ما شاء الله. هسه شوفها نظيفه مبينه، فنخلي من نفتحها راح يبين عندنا اذا اكو مشكله صاير من داخل ولا لا. طبعا هسه فتحنا براد الدراجات اللي جبتهم ابو الرمان، ناس عرض الفيديو همينه ما يخلانا نسمع شو نحكي. طبعا شباب عفوا على المقاطعه، لانه الدراجات اللي افتوا دائما عاده يصير عندهم فد مشكله. المشكله هو شنو؟ اللي يخبط مي ودهن. المي ودهن اكثر اغلب الناس يعني فتحوا الغاز جيت، فتحوا كوار من وراء هاي المشكله. بينما هو المشكله وين؟ المشكله بالبراد. عنده براد خارجي يصير، فالبراد الخارجي يقوم شنو؟ بداخله يتواكل من وراء شنو؟ المي. فهاي الدهن تروح وترجع بداخل البراد، فيصير عندك مشكله شنو؟ المشكله بالبراد يتواكل، يصير مثل خياس خلينا نقول بداخل البراد، فيقوم شنو يصير عندك؟ تهريب دهن يدخل وين؟ بالمي. واكثر اغلب الفيتريه او اغلب الناس يتوقع بانه المشكله وين؟ المشكله بالغازيت. فلازم انت بالاول قبل لا تقرب الغازيت. شوف شباب بالنسبه للغازيت هذني دراجات سرسام راقم، بالنسبه ذني كور الغازيت مال هذني دراجات البطح، هذني حديد ترى ما يصير بيه شيء بسهوله. يعني هذا يمكن اعتقد اكو فيديو انا من يعني ذكرت هاي الشيء. الغازيت هذني المكاين
ما اعتقد يصير بيها شيء ولا يصير بي تهريب، الا اللهم عندك مشكله يكون بالكور اعوج، يقوم يهرب عندك بريشر او مي. زين، فيعني بالنسبه للجازجيت هذني حديد ما يصير بيها شيء ابد، ولا يخرب ولا بيصير بيها مثلا تهريب فد مشكله اخرى. زين، فدائما اتاكدوا من البراد افضل شيء، لانه اكثر شيء البراد عندك يصير خياس بيه يقوم يهرب دهن. يلا شباب خلينا نفتح الماكينه ونشوف شنو البلاوي جوا صاير. شوف شباب، اعتقد اكثر من ما اقول يعني 10 فيديوهات، بينما فيديو خصوصي سويت بخصوص هاي المشكله اللي سبب يقوم الماكينه. مو 100% اسباب خلينا نقول، بينما 80 الى 90% سببه يكون هو. شوفوا شباب شنو لقيت بالكلتش. خلينا نجيبه عفي. باو الكلتش. من نقول لكم يابا، من يقوم عندك كلتش افتح الكيس نظفه، لا تبقي ببراده. شوف البراده عيني، شوف البراده مال الكلتش. هذا السبب هو اللي يقوم الماكينه. وفيديوهات عندي شرح خاص بخصوص هذا الكلتشات اللي يقوم الماكينه. فاتمنى من الشباب، كل الشباب اللي يعني يقوم عنده كلتش، من يقوم عنده كلتش قبل يفتح الكيس ينظفه. هو ما يعني ما يراد له فد علم فد شيء. زين، اذا ما تريد تفتحه بالبنزين من يم من قبق الكلتش دخل جوا اغسله، حرك الماكينه. اذا ما تريد يعني تتعاجز تفتح خلينا نقول الكيس، فحركه وهذا وافتح الصره وخليه ينزل. خسر لك فد 4000 5000 على بنزين. تابع الفيديو شباب، خلينا نشوف شو مسوي بداخل الماكينه بعد الباقين او بيرن. طبعا شباب اول فقره الحلوه شنو؟ بيرنات عنده حلوه، عنده فقط بس هذا اللي بالنص، هذا راح نبدل له اياه. البقيه ما شاء الله نضاف ما بين مشكله. هذا طبعا دهن عليه، شوفوا شباب ما بين مشكله. عنده فقط بس اللي بالنص راح نبدل له اياه. هذا من بيرنات، وراح نشوف البقن ايش صاير بيها. خلينا نفتحن واحد واحد. طبعا شباب الشمس سطرتني سطر، ما قدرت يعني اكمل قدام الشمس، فدخلت جوا قلت خلي حتى تصويرهم يكون اوضح، لانه الشمس كلش قويه اليوم بكركوك عندنا. فقلت خلي هنا جوا افتحها حتى يبين واضح اكثر واحسن. طبعا شباب هو عندنا كان هذا البستم صاعد فوق، يعني لو الرابع راح نشوفه نبدي بيه نفتحه ونشوف شنو صاير هنا مشكله. وراح بعدين راح نفتح الثاني الثالث والثاني والاول، ونروح نشوف همينه شنو المشكله، اذا اكو مشكله بيهن او لا. ونتمنى ما يطلع اضراره هواي، اذا بس عين واحد ان شاء الله راح نخفض له اياه ونرجع بكاله. والماكينه كانه ما مفتوح سابقا همينه، فبعد اذا باكر عقب صاحب الدراجه اذا يريد يبيع دراجه هو بعد بكيف، اذا يريد يقول محرك مفتوح او لا. تابعوا الفيديو خلينا نشوف البقنات الافنديه اللي يضعف قلب كل صاحب دراجه من يقول دراجتك بيها بقن. وناس متخوفين من البقن. انا بالنسبه لي هيك شيء ما اشوفه شيء حتى يخوف، حتى شبابنا يخافون من التجفيد. وسابقا نزلت فيديو همينه وجربت التجربه عليه همينه، ماكو شيء يخوف من يقول لك ماكينه، خاصه ماكينه اذا يكون اول فتحه لها او ثاني فتحه لها. وبالنسبه للفيتريه انا بالنسبه لي شخصيا ما اقول يعني ماكو فيتريه مو زينين، بس انا الوحيد بالعراق يعني احسن فيتر بالعراق. لا، اكو فيتريه بالعكس جاي اشوفهم، جاي اشوف اتابعهم، وجاي همين عراقيين موجودين ببغداد ومكانات اخرى، يعني جاي يشتغلون بجهد، يعني جاي يحاولون يعني ينطون احسن اداء احسن شغل للزباينهم، ويخافون الله. يعني مو كل 5 اصابع نفس الشيء، مو كل فيتر مو خوش انسان. بس هو بالعامة دائما انا ارجع اقول
اذا اكو حراميه بالعالم هو الثلاثه، وهو اول مره حكومه اللي هو اكبر حراميه، وثاني شيء الدكتور همنا اكبر حرامي، وثالث شيء عندك الفيتر همنا اكبر حرامي. فهذا ما يشمل الكل، بس احنا جاي نحكي بالعامه، لانه هذني الثلاثه يقدرون باي طريقه يبوقونك ويستغلونك. خلينا نكمل الفيديو شباب، وخلينا نشوف ما نريد نطول عليكم اكثر من اللازم. خلينا نشوف البقنات ايش صاير بيهم. طبعا مثل ما قلت لكم شباب بدايه الفيديو، البستم كان صاعد لي فوق. ايش قلت لكم؟ قلت لكم البقن اذا صاير عجية ذراع الفوق معناه شنو؟ على مود هذا البستم طالع برا اكثر من شو اسمه من السلندر، وعلى مود هذا جاي من الماكينه، يعني ضارب البستم. وهو الله يحبهم لانه ما ضاغطين عليه، لانه لو ضاغطين عليه احتمال يكسر بستم ويعوج ولفاته منه. فشوفوا شباب هاي الكب فارغ، 2 نقاط، واحد صاعد على الثاني على الذراع الفوق. هذا اول عين احنا عندنا على قولة شو اسمه سلم لي اول عين. خلينا نشوف العين الثاني. طبعا عين الثاني شباب ما شاء الله جديد البقن، ما بيكون مشكله، يعني ما دام العين اللي بصفه جديد ان شاء الله الثاني والاول ان شاء الله هم يكون ماكو مشكله بها، لانه دائما اذا اول عين ينضرب مثلا دائما ينضرب اللي بصفه، اللي بصفه نظيف نقول الحمد لله وشكر. ان شاء الله ذني اثنين اللي خمينا نضاف. خلينا نفتحها ونتاكد من عنده همينه حتى نشوف نقرر على الماكينه شنو راح نسوي له. طبعا شباب هسه اول ما شلت الكب البقن ظل بمكانه، فخلينا نشوف البقن صار بشي لو لا. لانه طبعا شباب اذا تلاحظون على الفيديو قبل لا نفتح الكبات مال الذراعات قلت لكم اكو بيرن عندي بالنص خربان. فخلينا نشوف البقن هذا نظيف، بس احنا شنو لازم نبدله، لانه شوف بالنص ماكو، او ما بي ملعب وما بي مشكله، بس احنا ما نعتمد على هالشي، لازم نرجع وكاله، لانه احنا فاتحين ما انا من افتح شيء ما بقي شيء ورا ايدي مو زين، لازم يرجع شيء مضبوط 100%. خلينا نفتح عين الاول ان شاء الله هم ما بي شيء، وهذا نبدل له بقن، يعني صار عندنا عينين، 1 2 وعندنا بيرن. فهسه راح نفتح العين الاول ونشوفه. طبعا العين الاول هم وقع البقن بيها، خلينا نطلع البقن ونشوف شنو بيها. يا بسم الله. طبعا الموبايل لازم بيد، وعلى مود هذا ما اسيطر عليه تماما. راح اقطع الفيديو لحد ما اطلع شباب. طبعا للاسف شباب عندنا عين الاول منه متواكل مثل ما تشوفون، متواكل عفوا. يعني هسه صار عندنا 1 2 3 عيون، وعندنا البيرن اللي بالنص، وان شاء الله الماكينه ترجع وكاله وما يبقى عندنا اي مشكله. بس حبينا نوضح لانه شفنا البستم طالع لي فوق، لانه شباب انا هو مكان يعني ما اصور كل شيء متكرر، يعني دائما نحاول اعطيكم فيديوهات جديده. يعني هسه مثل هاي ماكينه بعدنا ما فاتحين، هاي الوحده مفتوحه هنا، واللاخه بصفها مفتوح همينه، وهذيك اللي ورا همينه هم فاتحينه. فهذا احنا ما نعطي يعني كل شيء متكرر يكون ننزل فيديو. طبعا شباب مثل ما شفتوا الماكينه احنا مثل ما قلت نرجع ونقول يعني مو كل شيء متكرر ننزل لكم والفيديو يكون ممل، لا احنا دائما نحاول نعطيكم فكرات جديده ومشاكل جديده، ولا يكون نفس الفيديو متكرر
ونفس المشاكل متكررة. فلذلك أنا أتأخر بالتنزيل الفيديو، لأنه أكثر المشاكل عفوا جاء تجيني نفس المشكلة، يعني نفس العطل نفس المنهج. فإحنا ما نريد يعني نوصل الفكرة للناس يعني فيديوهاتنا متكررة. فعلى مدى هذا أنا أتأخر بالفيديوهات خاصة باليوتيوب. بالتيك توك لا، اكو مثلا مشاكل قصيرة، مشاكل تصير هذا فيديو قصير انزله بالتيك توك، بينما باليوتيوب دائما انزل الشغلات الاساسية اللي فيديو كامل وشرح كامل. طبعا شباب مثل ما شفتوا هاي المحرك اللي افتو، المحرك سببه شنو قايم؟ الكليتش. واحنا سابقا وقلنا هاي الكلام همينة، لانه شرحنا اكثر من فيديوهات. انتبهوا على الكليتشات، الكليتش من تبدل لازم تنظف الكيس ماله ضروري 100%، يعني ما باي مجال. فلازم شنو؟ ننظف الكيس كل زين حتى ما يبقى براده مال كليتشات يطوب بين البيرنات والبقنات. فهذا المرحله الاساسيه. وهسه الماكينه راح نبدل له 3 عيون بقن وواحد بيرن، وان شاء الله الماكينه ترجع وكاله ونغفر له اياه ويدعي لنا بالخير. تحياتي لكم شباب، واتمنى عجبكم الفيديو، واقول لكم باي باي.